الزمالك في بدايه مشواره في الكونفدراليه بيخسر 2-0 من ارترا سولار، والفريق على فكره من جيبوتي، وكان المباراه بتتلعب في تنزانيا لان تقريبا استاد الفريق او ملعب الفريق مش معتمد، فاصلا بيلعبك بره ارضه وكسبك 2-0. وعشان بس الناس اللي بتقول لي مباراه العوده والزمالك هيقدر يعوض في مباراه العوده والكلام ده كله، الفريق كان بيلعبك بره ارضه وكسبك. نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك كتير بتعترض عليا فكره ان انا لما بقول اسوريو مدرب نادي الزمالك بيتفلسف فلسفه فارغه. حضراتكم بقى تقدروا تشرحوا لي اللي حصل في المباراه ده ايه؟ اللي انتوا شفتوه ده ايه؟ بعد المفروض اهو ان انت بقالك فتره كنت بتعد فيها الفريق والكلام ده كله، المفروض ان انت تثبت على تشكيل وتطور اللعيبه وتحفظ اللعيبه تشكيلتك والكلام ده كله. ايه اللي كان بيحصل النهارده او ايه اللي كان بيحصل على ارض الملعب من لاعبي نادي الزمالك؟ حد يقول لي كده من البدايه من خط الدفاع. عبد الغني كان بيعمل ايه؟ يعني عبد الغني اصلا كان بيلعب مساك ولا عبد الغني مثلا كان بيلعب خط وسط؟ بص على الهدف الثاني اللي دخل في نادي الزمالك، عبد الغني فين؟ الله اعلم. دونجا نفسه لاعب خط الوسط، حد يقدر يقول لي ايه اللي مدخل دونجا جوه ال 18؟ بص كده على الصوره دي، في 6 لعيبه من نادي الزمالك جوه ال 18 بتاعه الخصم، تمام؟ 6 لعيبه وشيكابالا السبع بره، معاهم كام لعيب بقى من الفريق التنزاني؟ حوالي 8 مدافعين. طب انت خلاص زحمت على نفسك 18 الفريق، طب وبعدين هتسدد ازاي؟ يعني لو وصلت كل الكوره للاعيب من لاعبي نادي الزمالك وسط الزحمه دي كلها هيسدد ازاي؟ لو راحت للاعب مثلا زي شيكابالا هيدي اسيست ازاي لاي واحد من لعيبه نادي الزمالك في وسط الزحمه دي كلها؟ مش علشان فكره ان انا تقول ان انا بلعب كوره جميله وان انا بلعب كوره روعه وان انا انزل فرقه كلها تهاجم او انزل لعيبه كلها مهاجمين. المفروض في جمل، في تكتيك بيحصل على ارض الملعب، في جمل بتتعمل ازاي تدخل بها ال 18 وازاي ان انت تخلص الهجمه، لكن وسط الزحمه دي كلها تقدر تقول لي هتخلص الهجمه ازاي؟ فلما الواحد بيقول ان الراجل ده بيتفلسف فلسفه فارغه، محدش يقول لنا لا. على الاقل تعالى قول لي الراجل ده كان عايز ينفذ ايه على ارض الملعب وانا ساعتها هقتنع. تعالى حتى لو الكلام ده ما تنفذش اصلا قول لي المفروض كان يحصل كذا، والله ممكن اقتنع. يعني ابراهيم نضاي كان بيعمل ايه؟ لاعب زي نضاي ده مثلا كان بيعمل ايه؟ هل نضاي مثلا كان هو المهاجم الثالث او هو اللاعب الثالث في خط الوسط؟ ما احناش فاهمين. بيعمل ايه؟ شيكابالا، انت بتعتمد على شيكابالا، كلنا كنا بنشوف شيكابالا هو اللي كان بينزل يستلم وحاول ان هو يطلع بالكوره. طب هل شيكابالا هيقدر يفيدك دفاعيا ان هو لاعب خط الوسط بقى؟ هل شيكابالا هيقدر يفيدك دفاعيا؟ لا. اوباما وضعه ايه في الملعب؟ بيلعب ايه؟ المفروض ينفذ ايه؟ محدش فاهم اي حاجه. ايه المشكله ان انت كاسوريو مدرب نادي الزمالك نزلت بخطه نورمال وخطه عاديه جدا ونزلت لعبت ب 4-2-3-1؟ كانت ايه المعضله؟ ايه المشكله؟ قال اللي بيطرح نفسه وهفضل اطرحه. انت كاسوريو مدرب نادي الزمالك، انت بتلعب مباراه المفروض ان هي خارجيه، وعشان ما حدش يقول لي عارف الادوار اللي هو الراجل مش واخد على الاجواء الافريقيه ولا مش واخد على الاجواء الافريقيه، ده العادي اللي بيحصل في العالم كله. لو بتلعب مباراه جوه بره ارضك المفروض ان انت عايز التعادل، او حتى على الاقل يعني لو ما حققتش المكسب قدام فرقه صغيره زي دي زي ما بقول تطلع كده مثلا بالتعادل. ايه اللي كان هيحصل لك انت كاسوريو لو اتخليت عن عبقريتك دي شويه وفلسفتك دي شويه ونزلت لعبت مثلا ب 4-2-3-1؟ لو نزلت مثلا دونجا ونزلت جنب روى او السيسي لاعب تاني مركز 6 وقدرت ان انت تحافظ على فرقتك دفاعيا، تقدر ان انت تحافظ عليها ان هي تتماسك شويه في الخط الدفاعي. ايه العيب في كده؟ ايه المشكله في كده؟ هنقول اللي ما بيلعبش كره شامله وما بيلعبش كره متطوره مثلا اهو، ما تعدي الماتش بسلام بعد كده يا عم، اعمل اللي انت عايزه. واي واحد هيقاوحني ارجع للهدف الثاني اللي جه في نادي الزمالك وشوف سوء الارتداد الدفاعي وشوف قد ايه من الاخر دفاع نادي الزمالك ملط. بص انت بنفسك وشوف تقدم واحد زي عبد الغني كان بيسبب لك في كوارث عامله ازاي قدام فريق ما يجيش زي فريق درجه ثانيه او درجه ثالثه في مصر. ما بالك بقى فرق الدوري الكبيره هتعمل فيك ايه لما يكون دفاعك بالشكل ده وارتدادك الدفاعي بالشكل ده؟ ايه اللي هيحصل فيك؟ فايه المشكله اسوريو في ان هو يلعب بخطه عاديه في المباريات اللي المطلوب منك فيها المكسب عشان تكسب وتقدر تعدي للمرحله الجايه؟ ايه المشكله ان انت تلعب بخطه عاديه وعدي المباراه يا عم؟ عشان خاطرنا احنا عدي بس المباراه على خير، بعد كده والله هنسقف لك ونقول المعلم اهو، بس عدي المباراه. انت مش عايز تطبق فلسفتك الفارغه دي لازم عليا انا وعلى حساب نتائج انا. وارجع لمباراه نادي النصر، اي حد بيلق ارجع لمباراه نادي النصر وقول لي تغييرات اسوريو كانت ليه. ارجع لمباراه الشباب وقول لي خطه اسوريو كانت ليه برضو. ايه اللي اتنفذ على ارض الملعب او ايه الشيء اللي انت شفته اتنفذ على ارض الملعب في عبقريه من الراجل ده؟ كله على بعضه كلها فلسفه فارغه.
وبتتساب، ونادر ان الزمالك هو النادي اللي بيخسر في الاخر. البطوله العربيه انت كنت تقدر تكسب الشباب، وكنت تقدر تعدي مباراه النصر، وكنت تقدر انت تصعد بالمجموع. طب خلاص مباراه وديه وعدت. بالنسبه للكونفدراليه ايه الوضع؟ الكونفدراليه اللي هي البطوله الاسهل بالنسبه لجمهور نادي الزمالك او بالنسبه لنادي الزمالك في الوقت الحالي، هي الاسهل والاهم. الاسهل لانه انت من الاخر بتلعب مباراه خروج مغلوب، خلاص هتصعد بعد كده للمجموعات. نادي الزمالك ما تقنعنيش ان هو مش هيقدر يصعد من المجموعات على الاقل تاني، بعد كده هتخرج برضه، هتدخل برضه في مباريات خروج مغلوب، هتقدر ان انت تمشي ماتش بماتش. والكونفدراليه ما فيهاش الاسماء الرنانه اللي ممكن تخلق لك مشكله. الكونفدراليه دي بطوله عاديه جدا وما بيبقاش فيها الاسماء الكبيره، غالبا ما بيبقاش فيها الاسماء الكبيره. وكلنا شفنا النادي الاهلي في مباراه النهائي السوبر، الفريق الجزائري اللي كان قدام اتحاد العاصمه مش هو الفريق البوم يعني، فعادي جدا انت تاخد الكونفدراليه. والبطوله الاهم عشان يقدر نادي الزمالك الموسم ده رغم كل المشاكل اللي عنده ان هو على الاقل يقدر يحقق بطوله، وكمان ممكن تتفاجئ ان البطوله دي تاهلك لكاس العالم، هتعلي تصنيفك لو الفيفا اخذت بالتصنيف، ممكن الفيفا تاخد بطلين البطولتين. فانت ايه مشكله؟ انا مش فاهم اسوريو عايز ايه يا عم. عد المرحله لحد ما تجيب اللعيبه اللي انت عايزها او الماتيريال اللي انت عايزها، وبعد كده اعمل كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه اعمله. لكن الوضع ده والنتائج جمهور نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي يقعد يقع في مشاكل عشان انت عايز تعمل نفسك عبقري، انا برضه هفضل اقول عليها ان انا بشوف الكلام ده فلسفه فارغه. اتمنى من اسوريو مدرب نادي الزمالك ان هو يحاول يعني يفكوا من فكره الفلسفه الفارغه اللي فيه دي، وهفضل اقولها واكررها فلسفه فارغه. اتمنى ان هو يحاول يعمل حاجه فعلا تحسن نتائج نادي الزمالك باللعيبه اللي موجوده الحاليه. العب على قد امكانياتك، العب بالنورمال وبالعادي، عد المباريات المهمه بالشكل اللي هي لازم تعدي بيه، مش بالشكل اللي انت عايزها تعدي بيه، ومش لازم بالخطه اللي انت عايز تنفذها. اتمنى ان اسوريو يبص لده ويبص لمصلحه النادي اللي المفروض هي اهم من اي شيء. نتمنى ان المرحله الجايه في نادي الزمالك الراجل ده يبقى فكره كده، لانه لو فكره لو استمر بنفس الاسلوب ده، وضع نادي الزمالك وحال نادي الزمالك هيبقى صعب قوي في الايام اللي جايه.